فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن جملة نبدأ بيها فيديو النهاردة، لأننا ببساطة هنتكلم عن مهن الفنانين قبل الشهرة، اللي كان شغال سباك، واللي كان شغال ميكانيكي، واللي اشتغل بياع فول وطعمية، وفي يوم وليلة بقى نجم كبير وليه شعبية وبقى معاه ملايين. وفي حقيقي اللي كان يستاهل ده لأنه عنده موهبة كبيرة، وفي اللي مشيت معاه كده وخلاص. تعالوا بقى نقول لكم الفنانين كانوا شغالين ايه قبل الشهرة. سامح حسين من الفنانين اللي شقيوا جدا في بداية حياتهم، وفي لقاء ليه في برنامج سيرة الحبايب قال إنه اشتغل نقاش وحداد مسلح وجرسون قبل الشهرة، وحكى إنه كان بيمر بطفولة صعبة جدا، وكان البيت أوقات ما بيكونش فيه أكل. قال كان بيجي علينا أيام ما يبقاش فيه أكل في البيت، وأمي كانت بتروح تقول للجيران إنها مربية فراخ، ولو في أكل فايض هاتوه، والحقيقة إننا إحنا اللي كنا الفراخ. تامر حسني قال في أحد اللقاءات في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي إنه كان شقيان جدا من صغره، وقبل الشهرة كان شغال في بنزينة عشان يصرف على البيت، وقبلها اشتغل كمان بياع في سوبر ماركت ومحل عطور. حمادة هلال قال في لقاء ليه مع الإعلامية منى الشاذلي: اشتغلت قبل الفن قهوجي، وكمان عامل ديليفري، وكمان في ورشة نجارة. عمرو سعد قال إنه قبل شهرته ودخوله في الفن اشتغل بياع فول وطعمية، وكان في فترة الثانوية شغال شيال في شركة مقاولات. عمر كمال قبل الشهرة كان إنسان بسيط جدا، وفي يوم شخص بعت له صورة في كومنت عشان يعايره بيها، وقال له: أنت نسيت نفسك لما كنت شغال فرد أمن؟ لكن عمر كمال لم يخجل من الصورة، بالعكس خد الصورة ونشرها وقال: أتشرف إني كنت شغال أمن، وكنت باخد في اليوم 40 جنيه، وكنت راضي ومبسوط جدا. رجاء الجداوي كانت عارضة أزياء قبل دخولها عالم الفن، وبالرغم إنها كانت من أكتر الفنانات اللي لبسوا فستان فرح في أعمالها، إلا إنها ما لبستوش أبدا في الحقيقة. كاظم الساهر قال إنه كان بيبيع آيس كريم في الشارع، وبعد التخرج بقى مدرس في مدرسة بمدينة الموصل. وفاء عامر كانت في أحد اللقاءات الحوارية، ولما اتسألت عن بدايتها وشغلها قبل الفن قالت: الفقر مش عيب، كنت بدرس في معهد التمثيل وكان مصروفي قليل جدا، والدي كان بيبعت لي 100 جنيه في الشهر، ده اللي كان يقدر يساعدني بيه، فقررت أشتغل مدرسة دروس خصوصية للأطفال، وكان قبضي عبارة عن وجبة أكلها مش فلوس. أشرف عبد الباقي كان شغال لحد وقت كبير بعد شهرته في تركيب الشبابيك والمطابخ، وقال في لقاء ليه إنه كان بيحب المهنة دي جدا وكان شاطر جدا فيها. حسين أبو حجاج قال إنه بيفتخر إنه رغم دخوله عالم الفن إلا إنه كان ولا يزال يعمل في ورشته لإصلاح إطارات السيارات بمدينة بني مزار بالمنيا، وقال: لو جالي أوردر في القاهرة بنزله وبخلص وبطلع على الورشة.